السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طواجن المكرونه باللحمه المفرومه باجمل واسهل طريقه، وتكات اول مره تعرفيها هتطلع معاكي اجمل من بتاعه المحلات. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول بسم الله ونبدا الوصف. اول حاجه هحضرها طاسه فيها ماده دهنيه، سمنه او زيت المتوفر. انزل في الطاسه ببصلتين كبار متقطعين، ونشوح البصل في السمنه لحد ما يدبل. ننزل في البصله بنص معلقه توم مهروس. انا حطيت بصلتين، ممكن تحطوا 3 او زي ما انتوا عايزين. نص كيلو لحمه مفرومه هنزل بيها على البصل. نشوح اللحمه مع البصل لحد ما يتغير لونها. هنزل عليها بالبهارات بتاعتي، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه قرفه، معلقه صغيره ملح، قرن فلفل حامي ممكن نستغنى عنه عادي لو ما بتحبيش الحاجه سبايسي. معلقتين صلصه، بس الصلصه بتاعتي كانت متجمده، كانت في الفريزر. ونص معلقه بهارات لحم. وده شكل اللحمه بتاعتي بعد ما اتعصجت. هنعمل صلصه المكرونه. نضيف اي ماده دهنيه، انا حطيت سمنه. ننزل عليها بمعلقه توم مهروس. نشوح التوم مع السمنه، حاجه بسيطه، ما تخليش التوم ياخد لون، لان لو خد لون طعمه هيبان في المكرونه. نضيف عصير الطماطم، كيلو طماطم ضربته في الخلاط وصفيته. بعد كده هضيف معلقتين صلصه. بعد كده هنضيف الملح المظبوط، معلقه كبيره ملح ونص معلقه سكر، نص معلقه فلفل اسمر، ومعايا نص معلقه كزبره. هنسبك الطماطم نص تسبيك. لتر ميه ما يعادل 4 كوبايات.